أسود الأطلس بقيادة المدرب البلجيكي الشهير إريك جيريتس يستعدون لخوض غمار كأس أفريقيا، والمباراة الأولى إن شاء الله في 23 ستكون أمام نسور قرطاج منتخب تونس. وجهة نظر الشارع الرياضي المغربي من فنيين مدربين وأيضا جماهير، قراءة فيما يمكن توقعه التكتيكي. هذا التقرير للأخضر النوالي، نتابع. يتابع الرأي العام الكروي باهتمام بالغ الاستراتيجية التي سيعتمدها الأسود لمناظرة منافسهم في النهائيات الإفريقية. الفنيون يعتبرون أن مكونات المنتخب المغربي تنسجم مع فلسفة المدرسة البلجيكية التي يعتبر إريك جيريز أحد خريجيها. هذه الخطة هذه تتلعب يعني على حسب المفهوم ديال الكرة، ولا حسب تجربتي كلاعب مع عدة مدربين. يعني في الحقيقة هي خطة مناسبة يعني باش تفوز بها. وهذه الخطة هذه هو تيلعب ب 4-3-3 من بعد في حالة استرجاع الكرة ولا في حالة الدفاع يعني تيولي تيلعب 4-5-1. في الخطة التي سار عليها الأسود في مشوار التصفيات تبنى إريك جيريز الدفاع الصارم المدعم بوسط متكتل وهجوم اختراقي من الجانبين، ما يعزز الرأي القاضي بالاحتكام إلى اليقظة وتشخيص المنافس جيدا.